هتقول لي دوري انجليزي ولا دوري اسباني؟ الدوري المصري عندنا في حته تانية خالص. النهارده في مباراتين مهمين جدا في صراع القمه. الساعه 5 ان شاء الله هيبدا الزمالك وغزل المحله. الزمالك في المركز الثاني برصيد 17 نقطه، وغزل المحله في المركز ال 14 برصيد 10 نقط. المصفوع من النادي الاهلي عايز النهارده يصالح جماهيره ويكسب غزل المحله ويعمل اداء كويس عشان يعتلي ترتيب الدوري المصري تاني ويقول اننا لسه في المنافسه يعني. وعلى الجانب الاخر نادي غزل المحله وكابتن علاء عبد العال عايزين يستغلوا الحاله النفسيه السيئه لنادي الزمالك من التعادل مع الجونه وبعدين هزيمه من النادي الاهلي، يعني يحاولوا يتعادلوا يحاولوا يكسبوا. هتفرق معاهم جدا في ترتيب الدوري وهيهربوا من حته منطقه الهبوط دي. وتعالى بقى نتوقع كده النتيجه مع بعض، وسيب لي برده توقعك في الكومنتات تحت. انا بقول بصراحه النتيجه يا 1-1 يا اما 2-1 لنادي غزل المحله. ونيجي بقى لمباراه الاهلي وكهرباء الاسماعيليه النهارده الساعه 8 ان شاء الله. النادي الاهلي في المركز الثالث برصيد 15 نقطه من 8 مباريات، ونادي كهرباء الاسماعيليه الصاعد حديثا للدوري المصري في المركز ال 18 برصيد 8 نقط. ممكن تكون نتائج كهرباء الاسماعيليه مش احسن حاجه، بس برضو ان انت تلعب قصاد النادي الاهلي وانت فريق حديث اكيد هتلعب مباريات غير خالص من اللي انت لعبتها قبل كده، فانا بصراحه بخاف من الماتشات دي قوي. وطبعا النادي الاهلي داخل المباراه دي ولا بديل عن الفوز، وجاي برضو منتعش بالفوز على نادي الزمالك 2-1 في الدوري، يعني بيحاول يصالح جماهيره على الفتره اللي ما كانتش احسن حاجه الفتره اللي فاتت دي، وبيحاول انه يكمل على كده ويعتلي ترتيب الدوري المصري قبل التوقف الدولي. فكل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، يعملوا مباراه كويسه النهارده ويطلعوا بنتيجه كويسه برضو النهارده مرضيه للجماهير واداء برضو مرضي للجماهير، وان شاء الله ان شاء الله الزمالك يفرحنا النهارده ويخسر هو كمان. وتعالى بقى نتوقع نتيجه المباراه كده مع بعض. انا ان شاء الله بتوقع ان النادي الاهلي النهارده هيقدم اداء مرضي للجماهير وباذن الله باذن الله يكسب النهارده 3-0. قول لي برضو رايك ايه في الكومنتات ونتكلم بعد الماتش.